بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ان شاء الله يا حبايبي النهارده يعني هقضي معاكم يوم جديد، يوم من ايام الفلاحين. يعني يوم عادي من اللي بنعيشوه يعني كل يوم وكده، اللي هو المعتاد عليه يعني وكده. فطبعا انا ما بداتش معاكم اليوم من اوله، يعني احنا كنا في الوقت ده برضو لسه بدري، بس ايه مش يعني ما اللي هو الحبة بتوع الروتين بتاع الحليب، البهايم ده والكنيس ده بس اللي عديته، ما صورتوش معاكم لان بنبقوا بدري برضو، مش بلاقي حد يعني يصورني وكده، تبقى يعني بنت لسه نايمة ما جامتش لان بنبقوا بدري. فطبعا كان عندي هنا ده اللبن بتاعي، ده طبعا لبن جاموسي، اللي بعمل منه الجبنة بتاعتي. فهو يعني لبن رايب، انا بسيبه لما يروبه كده واخد الوش بتاعه اللي هو القشطة. طبعا بحوشها واخدها بعد كده اعمل منها الزبدة واسيح منها السمن، وباخد بقى ايه اللبن ده اللي هو الرايب ده اعمله بقى، اعمل منه الجبنة الفلاحي بتاعتنا او الجبنة الجريش. فطبعا انا هنا صفيت الحصيرة كويس وبسويها زي ما انتوا شايفين كده، وباخدها اعلقها على الحيطة كده او اعلقها على مسمار بحيث ان هي ايه تصفي المية او الشرش بتاعها. طبعا انا عملت معاكم قبل كده الجبنة برضو كذا مرة يعني، بس حبيت اوريكم اليوم بتاعي يعني ماشي ازاي وكده، ماشي ازاي من اوله. القطط دي طبعا كانت مستنية الشرش عشان تشربه. الشرش ده طبعا انا مش هاخده لان الشرش دهوت انا كنت اللبن بتاعي بحطه في الفرن او بسخن له ميه سخنه واحطها في اللبن الرايق ان هي تدفيه وكده. فانا عشان حاطه عليه ميه يعني فانا مش هاخده، يعني انا بكبه او بحطه للبهايم بتاعتي تشربه برضو، يعني بيبقى مغذي وكده. فعلقت بقى الحصيره بتاعتي، حصيره الجبنه زي ما انتوا شايفينها كده بعلقها على الحيطه. طبعا حته القماشه او الشاشه اللي انا حطاها دي بتحمل الجبنه بتاعتي من اي حاجه، من عفاره او دبانه او اي حاجه. وبدات طبعا ده الوقت ده كلته يعني احنا لسه بدري، يعني انا بقوم من الساعه 5 انزل للبان بتاعتي احلب واكنس وكده، واتضير بقى عندي شويه لبن او اللي هو اللبن الرايب ده بعمله اشيله في الحصيره، احط للفراخ بتاعتي والطيور بتاعتي اوكلها لان طبعا الجو حر اليومين دول فمش بسيبهم محبوسين في العيشه ياما يعني. فده كلته يعني بعمله قبل عيالي ما بيصحوا، بنبقوا لسه بدري يعني زي ما انتم شايفين الشمس حتى ايه مش اللي هي قويه، يعني الشمس بسيطه لسه وضعيفه. فطبعا يعني هنا في اجواء الريف او الفلاحين، يعني اهم حاجه عندنا ان احنا بنصحوا بدري، يعني بالذات في الصيف. يعني يمكن في الشتاء ما بنقوموش بدري جو كده، بس لان بيبقى الجو برد وجامد وكده. انما في فصل الصيف ده اساسي المجوان بدري، لان كمان احنا في الفترة ديت يعني دلوقتي وقت زراعة الرز، واللي بيزرع بطاطا واللي بيزرع لب، يعني ده وقت شغل وكده عند الفلاحين. فحتى الرجالة بتصحى بدري، يعني الستات بيصحوا في بيوتهم بدري يشوفوا برضو مصالحهم قبل الحر. طبعا حليبهم اي حاجة بيقضوها بدري قبل الحر وكده. والرجالة بتطلع تشوف برضو شغل الارض وكده، الارض الزراعية. فطبعا في الوقت ده يعني انا في الوقت ده كان ابو امير جاب من بدري، يعني جاب معايا الساعة 5 طبعا ايه بياكل لقمة خفيفة وينزل بقى يروح يشتل، لان هما دلوقتي بيساعدوا بعض. بيروح يشتل عند جيراننا عند اخواته، ولحد طبعا ما يجي اليوم بتاعنا احنا نشتله برضه هما بييجوا يساعدوا فيه. فهنا الفلاحين مرتبطين في الشغل ببعض عشان اللي هما الرجاله، يعني عشان ايه المساعده وكده، لان طبعا ما ينفعش واحد ينزل بس الارض يزرعها او كده، لازم أن يبقى مجموعه كبيره كمان، فعشان كده بيضطروا يعني يساعدوا بعض. وطبعا زي ما انتوا عارفين في ارتباط جامد عند الفلاحين وكده، يعني حتى من غير شغل بتلاقيهم مرتبطين ببعض ويسألوا على بعض، يعني غير جو المدينة خالص.
فطبعا هنا هوت انا كنت بفطر الطيور بتاعتي اهي. ذكر البط اللي انا كنت ماسكاه ده انا يعني بشوفه هو كبر يعني وفى الذبيح بتاعه كده يعني ولا لسه يعني، فبشوف حجمه تقيل معايا، اشوف الريشة بتاعته، اعرف اذا كان ميعاده جه يندبح ولا لسه. فطبعا ان شاء الله هو عليه الدور برضو، هشوف له يعني يوم كده برضو اذبحه فيه. طبعا يوفر عليا اكل زي ما انتوا عارفين واستفيد بيه ان انا بحطه في الفريزر في اي وقت عاوز اطلعه اطبخه بقى الاقيه جاهز قدامي. فبفطر بقى الطيور بتاعتي وببدأ بقى اخش البيت اشوف فيه ايه وكده. فانا لما دخلت البيت قلت لقيت البوتاجاز قدامي كده يعني شكله مش نظيف لان بقاله كام يوم ما اتمسحش، فقلت لا اخده وش قبل ما اقوم العيال يعني وكده. طبعا هروح اصحيهم هيغلبوني وكده، فقلت استفيد بالوقت بتاعي دوت عبال ما يقوموا كده واللي يقوم يصلي ويقوموا اكون انا بقى غسلت البوتاجاز بتاعي ده مش هياخد معايا حاجه. فانا بلم البوتاجاز بتاعي دوت انا بغسله يعني ما بياخدش معايا غسيل، لان طبعا على طول بغسله مش بسيبه يعني مش بسيبه مدة طويلة ولا حاجة، حتى يعني الحاجات اللي عليه ديت دهون يوم او يومين مش متراكمة من زمان ان هي تعذبني. ففي 5 دقايق بيكون اتغسل ولمع معايا وزي الفل زي ما هتشوفوه دلوقتي. بلم العيون بتاعته دهيت احطها في مية سخنة وصابون من بتاع المواعين او شوية بريل وخلاص. عبال ما بغسل البوتاجاز بتاعي او بمسحه بيكون خلاص الدهون اللي على العيون دهيت وعلى الحمالات بتاعة البوتاجاز بتكون باشت معايا، فبغسله ما ياخدش معايا وقت. طبعا هنا انا كنت يعني بوريكم ان هو البوتاجاز معايا مش يعني الدهون اللي فيه مش اللي هي متراكمة من زمان وكده ان هي تغلبني، يعني هي بسيطة الدهون بسيطة، فيا دوبك بحتة السلكة والبريل بتاعي ما فيش ثواني وبتلاقيه زي الفل. فطبعا ايديكي في المطبخ بتاعك على طول او في الادوات بتاعتك مش هت مش هتعذبك يعني ولا تاخد معاك وقت وكده. طبعا الغرض من الفيديو بتاعي يعني مش ان انت طبعا انا عارفة ان كلكم بتغسلوا وكلكم نضاف، يعني يمكن انا اقل واحدة فيكم، بس يعني هو للتشجيع مش اكتر، يعني بوريك اليوم بتاعي ماشي ازاي ان هو مش على حد بس ان انا بأحلب البهايم وخلاص على كده، لا ده احنا عندنا بيوتنا مفتوحة برضو فيها كل ما تتخيلوه من الشغل. عندنا أطفال، عندنا غسيل، عندنا تنظيف في البيت، يعني مش على حد ان انا بقى انزل احلب البهيمتين بتوعي وخلاص. البيت طبعا مليان شغل زي ما انتوا كلكم عارفين، بس الحمد لله يعني ربنا بيقوينا وبنعمله شغلتنا على قد ما نقدر، يعني احنا برضو مش بنهملوا البيوت بتاعتنا ولا حاجة، يعني الحمد لله برضو بيوتنا نظيفة، يعني ممكن تكون بسيطة وعلى قد حالها لكن من حتة النظافة هي نظيفة الحمد لله. طبعا في الوقت ده عيالي كانوا لسه ما صحوش يعني، فانا كل مدى كده بروح اصحي فيهم شوية عشان يفوقوا يعني ويصحوا. دي العيون بتاعتي اهي انا جبتها غسلتها طبعا بالمية السخنة والصابون، فجبتهم بقى حطيتهم يتصفوا كده على حتة قماشة يعني ونشفتهم كويس بقى وجبتهم حطيتهم على البوتاجاز تاني، وبدأ البوتاجاز بتاعي يلمع وبقى زي الفل، يعني مش مخدش معايا والله العظيم مفيش يعني بالكتير 10 دقايق ولمع معايا وبقى زي الفل. برضو البوتاجاز بتاعي يعني
او البوتاجاز بتاعك ساعة ما تخلصي تغسليه وتخلصيه، يعني يا ريت بحتة قماشة كده وبتنشفيه كويس يفضل معاكي كويس، لا يصدي ولا اي حاجة. يعني دايما يكون البوتاجاز ناشف، ما يجيش عليه مية وكده. في الوقت ده يعني امير كان صح اهوت، فامير بيحب يساعد يعني والله العظيم، وانا مش بهزر طبعا، هو فعلا بيحب يساعدني في اي حاجه بعملها. يعني صحيح هو ما بيعرفش يعمل، بس هو عنده يعني حابب، عنده روح المساعده. فطبعا انا مش برضه اكسر بخاطره وكده، بخليه يعني اقول له خلاص. حتى هو يعني ممكن يكون بيعطلني، بس انا يعني بشجعه انه يبقى معايا وكده. في الوقت ده كان يعني كان خلصت يا دوبك وفطرت عيالي، لقيت ابو امير بينادي بيقول لي تعالي نحط الكيماوي في البطاطا. فبروح معاه الارض، اساعده برضه، بشيل معاه واناوله. يعني هو بيرش الكيماوي في الارض دي، او بيبدر الكيماوي في الارض وانا بناوله. طبعا مش هخس ولا هخسر حاجه، يعني دم مثلا عملت شغلتي وفطرت عيالي، بروح وارد تاني اكمل، مش هيحصل اي حاجه. لان طبعا المساعده كويسه برضو، لان هو ما كانش قاعد، هو كان بيشتل في ارض جيراننا وكده. فيعني هو جاي اصلا مكسور ظهره، فما فيهاش حاجه اما تساعدي وتمد ايديكي. يعني يمكن ربنا بيقويكي كمان ويديكي صحه، طالما انت حابه تعملي الشغل يعني وراضيه، مش بتتبطري على حاجه، ربنا بيقويكي والله وبيديكي الصحه وكده. فانا بدات بقى اناوله كده الكيماوي اللي هو في البدارة دي او في الغلق ده وهو بيبدره. لان طبعا شوفوا الارض ناشفة ازاي، فهو هيرش الكيماوي ده وبعدين يدور المكنة بقى ويروي الارض بتاعتنا. دي البطاطا اللي احنا كنا، يعني انا وريتها لكم برضو في فيديو تاني لما كنا بنزرعوها. فهي بسم الله ما شاء الله، يعني هي ما كبرتش، هي لسه زي ما هي، بس خلاص ان هي دجت، عملت جذور في الارض ودجت في الارض. طبعا مع الكيماوي ومع ري الارض بقى، يعني ان شاء الله هتبص تلاقي الارض دي يوم والتاني تلاقي الارض كلها خضرة وحاجة تفتح النفس. يعني زي ما انتوا عارفين، يعني اي شغل احنا بنهتم به، يعني ربنا بيرزقنا من وراها. فانا مش هسيب الزرعة بتاعتي واروح اقعد في البيت بقى واقول هي مع نفسها تكبر بقى، انا عملت اللي عليا. لا، بتعوليها بقى، فيها عفش، بتنضفيه، عايزة تروى بترويها، عايزة كماوي، عايزة مغذيات. طبعا الزرع ده زي البني ادم بالظبط، عايز مغذيات وعايز فيتامينات وكل حاجة. ف... فطبعا لازم نهتم بزرعتنا كأننا بنهتم بعيل من عيالنا بالظبط. طبعا الفلاحين عارفين الكلام اللي انا بقوله ده هنا دي كانت البامية بتاعتي انا. البامية دي انا زرعها على اللحف كده، يعني اللحف ده اللي هو الحدود بتاعت الارض، او الحواف بتاعت الارض ديت اسمها اللحف، احنا عندنا في الفلاحين بنسموها اللحف. فانا كنت زارعه الباميه ديت على اللحف دي، بتبقى بذور صغننه خالص كده بسم الله ما شاء الله كبرت معايا هي. فهو انا قلت بقى احط لها يعني رشه كيماوي برضو بسيطه كده ترعرعها وتغذيها شويه. طبعا دلوقتي لما ندوروا المكنه والميه تنزل في الارض، الجذور بتاعت الباميه دي هتشرب من الميه وتبقى معايا حلوه. طبعا ان شاء الله يعني لما الباميه بتاعتي تكبر كده وتطرح، ان شاء الله اصورها معاكم وانا بجمعها من الارض واوريكم قد ايه يعني ال ان ال ان احنا بنستفيدوا برضو باي قطعه في الارض وكده، احنا بنستفيدوا منها بحبه ملوخيه، بحبه باميه. طبعا بدل ما اشتريهم من جنب مني كده، استفيد، اعمل، اخد واطبخ فريح مني. فالحمد لله. طبعا يعني اللهم لك الحمد على نعمة الرضا يا رب، ونعمة الستر اللي احنا فيها، اللهم لك الحمد. فطبعا اي شغلة بنتعبه فيه ربنا يعني بيرزقنا من وراها وبتبقى كويسة. الحمد لله على كل حال. اهو كنت بحط الكمامة زي ما انتوا شايفين كده. طبعا هيجي يوم طبعا نضفوا يعني بعد الرية ديت العفش اللي هو الصغير اللي مش باين هيبان، هيكبر ويبان.
فهننضفوا العفش دهوت ونظبطوا الارض من كل الحشائش اللي فيه. ان شاء الله برضو اصور لكم فيها فيديوهات تانية. وانتوا برضو لو حابين ان يعني لو حابين ان انا اصور معاكم تاني في الارض برضو عرفوني في التعليقات بتاعتكم، وان شاء الله يعني البي كل طلباتكم. هنا هوت كان ابو امير دور المكنه، والميه طبعا زي ما انتم شايفينها هي نازله في الخطوط. يعني طبعا كل زرعه ليها الارض بتشكل فيها تشكيله معينه، او تتقطع يعني او تتخطط يعني خطوط معينه. يعني زراعه اللب، ارض اللب لها خطوط معينه، زراعه البطاطا خطوط معينه، الذره نفس الحكايه. الرز طبعا ملفوش خطوط خالص، الارض بتبقى كلها زي المسطره يعني مسويه بعضها كده زي المسطره بالظبط. فالبطاطا متخططه زي ما انتم شايفين كده. يعني هوريها لكم دلوقتي، الكاميرا هتبعد دلوقتي اوريها لكم. شوفوا الميه بقى نازله في الخطوط كده ازاي. طبعا الميه دي مع الكيماوي دلوقتي بترعرع البطاطا بتاعتي وتخليها حاجه يعني كده يعني حاجه منتعشه كده، يعني حاجه بتكبر قدام عينيا وحاجه كويسه. وربنا طبعا يرزق الجميع يعني. ف اهو زي ما انتم شايفين اهي الميه بتاعتي، الميه شكلها جميل اصلا. يعني الميه نازله الارض، الارض مبسوطه والله العظيم. يعني مش ملاحظين؟ بصوا على البطاطا كده، يعني انا حاسه ان البطاطا دي بترقص، ان الارض بتاعتي مبسوطه مبسوطه بان احنا يعني والله العظيم. هو ابو امير قال لي الحته ديت وكنت بضحك عليه الاول. بيقول لي الارض بتنبسط اما صاحبها يعني يلف فيها كده ويبص عليها ويهتم بيها، الارض بتفرح. فهي فعلا الارض بتفرح والله العظيم. يعني الارض بتفرح ان احنا بنهتم بيها وبنروها وكل حاجه، سبحان الله. الميه نازله، شوفوا الميه منظرها يعني حاجه جميله يعني. طبعا وسعدته يعني ما فيش، ما تعبتش ولا حاجه يعني الحمد لله. ايد على ايد برضو بتساعد زي ما انتوا عارفين. وبخلص برضو معاه وبروح اكمل، هو بقى بسيبه في الارض بتاعته برضو يكمل فيه، وبروح انا اروح بيتي تاني اكمل فيه شغل. يعني ما خسرناش حاجه. فالحمد لله يا رب، اللهم لك الحمد على نعمة الرضا يا رب. طبعا نوت انا روحت اهوت. يعني كان عدى بقى على حصيرة الجبنة دي، عدى عليها زي 3 ساعات كده وهي متعلقة على الحيطة، فصفت المية بتاعتها كلها. هنا هوت بوريكم الجبنة بتاعتي قد ايه الخرطة بتاعتي نظيفة. طبعا القماشة اللي على حصيرة الجبنة ديت او الشاشة دي محافظالي على الجبنة بتاعتي، ان هي لا في بقى دبانة دخلت ولا فيه عفارة ولا اي حاجة. فشوفوا بسم الله ما شاء الله قد ايه الخرطة ناعمة وبيضة معايا، يعني حاجة كده نظيفة. وطبعا الطعم بس يعني ده الشكل بسم الله ما شاء الله اهوت. الشكل مش عايز كلام. الطعم بقى اللي هكلمكم عليه، الطعم مفيش اطعم من كده ولا اجمل من كده. طبعا ده بقى يعني لبن كده بخير رباني، لا دخل فيه مواد حافظة ولا دخل فيه اي حاجة. فوالله العظيم يعني الحاجة اللي بتعملها فعلا بايديكي، او شغل الفلاحين ده، انتم ما تاكلوا شغل الفلاحين ده انتوا بنفسكم هتحكموا. لان فعلا البلد يوكل. يعني مفيش كلام، مش هقول كلام بقى بعد كده، البلد يوكل. وطبعا كلكم عارفين الكلام ده هو. ربنا يا رب يحسن ما بين ايدينا جميعا ويرزقنا يا رب، يرزقنا جميعا بالرزق الحلال، اللهم امين يا رب، ووسع ارزاقنا. طبعا هنا بوريكم الجبنه بتاعته. لو عجبكم الفيديو يا ريت تعملوا لي لايك، وما تنسونيش بدعوه حلوه، وان شاء الله اشوفكم على خير في فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.